برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم هنخصصها بالكامل للحديث عن مشروع ومبادرة دوائر الإبداع، واللي بتنظمها وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية. دي النسخة الثانية من المشروع السنة دي. النسخة الأولى كانت العام الماضي وكانت أونلاين بسبب جائحة كورونا. السنة دي المبادرة استهدفت مدن القنال، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية. والحقيقة المشروع ليه أهداف كثيرة جدا في دعم الإدارة الثقافية والصناعات الثقافية ورفع قدرات المتدربين، لأن الحقيقة المشروع بيستهدف إلى دعم وتدريب المبدعين والمؤسسات الإبداعية. هنتعرف أكتر على المشروع مع ضيفة حلقة اليوم مشاهدينا الأستاذة رشا الفقي، وهي مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وهي الإدارة المسؤولة عن التدريب في المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية بطبيعة الحال. أهلا بك يا أستاذة اهلا رشا. بحضرتك، اهلا بيكي. ومعنا مشاهدينا الأستاذ رامي دسوقي، وهو المدير الإداري للبرنامج الثقافي الأوروبي المصري الخاص باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية. أهلا بك يا أستاذ رامي. اهلا بك يا فندم. امتى بقى الشراكة الرائعة العظيمة اللي يعني أثمرت عن مبادرة ومشروع رائع اسمه دوائر الإبداع بدأت بينكما؟ امتى بقى يعني السؤال لحضراتكم، امتى الشراكة دي ابتدت؟ السنة دي أول مرة؟ لا، دي المرحلة التانية من المشروع. أول مرحلة كانت في القاهرة زي ما حضرتك قلتي، كانت بس أونلاين. كانت تعتبر نسخة تجريبية للمشروع. كانت بنحاول نجرب أو وكان برضو بين التعاون ما بين المعاهد الثقافية الأوروبية إلى جانب وزارة الثقافة المصرية. بالظبط. تمام. كانت تعتبر نسخة تجريبية من المشروع. كانت وقت جائحة كورونا. كان التدريب كله أونلاين. ما كانش فيه دعم مالي للمشروعات في الآخر، بس كان فيه دعم منتورشيب أو توجيهي للمشاريع اللي احنا اخترناها. السنة دي مختلف. اتعلمنا من المشروع الأولاني، طورنا الشراكة، فكرنا في حلول جديدة، فكرنا في احتياجات بره القاهرة. ممتاز. طب فكرة الخروج للأقاليم قد إيه كانت مهمة يا أستاذة رشا؟ لأن ده في إطار توجه الدولة، يعني في إطار التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر لهذه التنمية المستدامة 2030، إن إحنا نخرج للأقاليم وإن إحنا نوصل الثقافة للأطراف، ما يبقاش في مركزية في الثقافة في العاصمة والإسكندرية، لكن نوصل يا رب كمان لسينا الأقاليم إن ومطروح، شاء ليه الله. لأ يعني، والصعيد. والله هي الشراكة والنزول التدريب الأقاليم للأقاليم ده مصر. حاجة مهمة جدا في تحسين مناخ الاقتصاد الإبداعي، لأن زي ما حضرتك بتقولي القاهرة مكتظة بالنوع ده من التدريبات ورفع الوعي للناس، لكن الأقاليم محتاجة ده جدا. فكان في ضرورة ننزل علشان نزود يعني المناخ العام للاقتصاد الإبداعي، وده بينعكس على الاقتصاد وعلى دورة رأس المال وتحفيز وفرص العمل وكل حاجة. طب لقيتي استجابه؟ لقيتي مبدعين؟ عندنا مبدعين قد ايه يعني في اقاليم مصر في مدن القناه؟ لقيتي مثلا في بورسعيد والسويس واسماعيليه، ودي دول عظيمه ونضلت وعندها ثقافتها وعندها الموسيقى الخاصه بتاعتها، يعني قد ايه لقيتوا مبدعين هناك يا استاذه رشا؟ الحقيقة لقينا مبدعين بدليل ان طلع منهم اهي مشاريع، من كل محافظة طلع مشروع. في شباب محتاج توجيه، محتاج دعم، محتاج يعرفوا المعاني المختصة بصناعات ثقافية وتوجيههم ازاي يعملوا مشاريعهم. فيها الحقيقة أرض خصبة للتدريب ولرفع الوعي ومحتاجيننا جدا يعني حسيتوا ان انتوا الحقيقة. نجحتوا؟ الحمد لله. يعني الخروج الحمد للمدن لله القنال جدا كانت يعني جدا، فكره ضرورة جيده. ضرورة. طب ايه رايك يا استاذ رامي السنه الجايه نروح مكان اكتر؟ يعني هل انتم مكملين في مشروع دوائر الابداع؟ هل هتستهدفوا محافظات اخرى زي ما قلنا، ربما الصعيد، سيناء، مطروح، الاطراف؟ طبعا احنا نتمنى ان احنا نكمل في الشراكة الناجحة مع وزارة الثقافة ومجلس الأعلى للثقافة. احنا فعلا في اجتماعاتنا الفترة اللي فاتت ان احنا بنفكر المرحلة الجاية تبقى فين. فعلا كنا بنفكر في الصعيد ان احنا نختار بعض المدن في الصعيد نشتغل مع بعض فيها ونحاول نكبر شوية المشروع، نفكر في حلول أكتر ان احنا نساعد بيها الفنانين المستقلين او العاملين الثقافيين في الجهات الحكومية. فان شاء الله الشراكة مكملة.
ممتاز. وهتستهدفوا محافظات اخرى ايا كانت، يعني ما استقرتوش لسه على اسم محافظه، لكن هتكملوا في محافظات مصر. احنا دلوقتي احنا خلاص بنخلص الاجراءات الاخيره في البرنامج السنه دي. بعد نهايه المشروعات هيبقى في اجتماعات ما بين الوزاره ويونيك عشان يفكروا في الخطوه الجايه ايه. ممتاز. طيب فكرة دوائر الإبداع Creative Circles فكرة لطيفة جدا، والاسم كمان جاذب قوي. جات لكم الفكرة دي منين؟ يعني الفكرة أصلها مين اللي اقترح الفكرة الرائعة دي؟ وزارة الثقافة ولا حضراتكم الاتحاد المراكز الثقافية الأجنبية ولا إيه بالظبط؟ ولا يعني جات منين دوائر هي فكره الإبداع؟ وزاره الثقافه. في 2019 كان عندنا نوع من انواع الدعم موجه للاقتصاد الابداعي بس. فوزاره الثقافه ممثله في اداره التدريب قدمت لنا مشروع كان كريتيف سيركلز، دوائر الابداع. تم مراجعته من لجنه تحكيم وقيمته، شافت ان الشراكه دي مهمه، مهم. المشروع ده مهم جدا. ادينا خلصنا الاجراءات اللي احنا محتاجين نعملها، اللي نعمل شراكه ما بين الوزاره وكمان جهه اجنبيه زي اليونيك. وبدأنا المشروع في أول فيز. تاني فيز ما كانش، أو تاني مرحلة ما كناش عايزين نعمل إجراءات إن إحنا نقدم مشروع ونفكر فيه، لا إحنا قعدنا معاهم على طول، قلنا عايزين نشتغل مع بعض، إحنا حابين نشتغل مع بعض. ممتاز. لما ينفعش يعني انتم اتحاد المعاهد الثقافيه الاوروبيه، ده الكيان الخاص بيكم اللي دخل في شراكه مع وزاره الثقافه المصريه، هو المشروع وعاملين حاجه اسمها البرنامج الثقافي الاوروبي المصري، مش كده يا بالظبط. استاذ رامي؟ بالظبط، هو البرنامج ده مشروع من مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر بالشراكة مع يونيك اللي هو اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية. ممتاز. معاهد ثقافيه وطنيه اوروبيه. طيب طبعا المجلس الاعلى للثقافه هو المعني بوضع السياسات الثقافيه في مصر، وكون ان يفكر فكره زي دي كانت مساله رائعه جدا. ده كان فكره حضرتك يا استاذه رشا، او فكره الكيان اللي بتنضمي اليه؟ الحقيقة احنا كنا كإدارة تدريب بنسعى للتعاون والشراكة مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية يعني. وكان معانا في التوقيت ده مدير التدريب مبدع محمد عبد الدايم. ولما نزل الإعلان عن المنحة، محمد عرض عليا وتقدم بالمشروع بتاعه وابروفد وقدم في الاتحاد، والحمد لله فزنا بيه. ممتاز. فهو ممتاز. اجتهاد من موظف مبدع الحقيقة. ممتاز. طيب انتم شركاء نجاح مع بعض، ولكن في برضو كيانات اخرى شاركت معاكم عشان ما نظلمهمش. يعني دار الاوبرا المصريه دخلت شراكه في هذا المشروع مع المجلس الاعلى للثقافه ومع اتحاد المعاهد الثقافيه الاوروبيه، الى جانب اظن قصور الثقافه. بطبيعه الحال قصور الثقافه قامت بدور اظن في السويس واسماعيليه وبورسعيد. اكيد قصور الثقافه وفرت لكم حتى دعم لوجستي، اديتكم اماكن عشان التدريب. بالظبط، هم شركاء في التنفيذ كجزء من شراكة وزارة الثقافة. مؤسساتها بتشارك معانا في الاتحاد الأوروبي ممتاز. في دعم لوجستي لإنجاح وإن المشروع يستمر بأفضل حاجة وبأقل كوست. الوزارة فيها لوجستيات، فيها أماكن. الأصول الثقافة وفرت لنا المكان قصر ثقافة السويس كلوجستيات بتشارك بيها الوزارة مع اليونيك. الأوبرا برضو أتاحت لنا القاعة دي تاني سنة بننفذ فيها المسرح بدون الصغير اظن. أي كل سنة، وبيقدموا لنا كل الدعم المطلوب وكل الاحتياجات بتاعتنا. وفي نفس الوقت مكتبة مصر العامة برضو عاملين معاها برضو ديل أو بروتوكول بيننا وبين المجلس الأعلى للثقافة، فأتاحت لنا أماكنها. فكل دول دعم لوجستي من الوزارة يعني بيشارك بيه مع اليونيك في إنجاح المشروع واستمراره. ممتاز. طيب حضراتكم قدمتم تقريبا دعم او جوائز، 3 جوائز ل3 فائزين، مش كده؟ ممكن تكلمونا عن المشاريع اللي فازت بقى يعني بعد التدريب اللي انتوا قمتوا بيه؟ احنا عندنا 3 مشاريع فايزة. انا هتكلم واحد، رامي يقول واحد كده ونرجع تاني. عندنا في مشروع للبراء. البراء ده شاب طموح وجميل واستفاد من التدريب. قدم مشروع بشكل كويس قوي، انه استفاد بخطوات
كتابة المشاريع المظبوطة. المشروع بتاعه ان هو هيعمل تدريب، يعمل ورش للتدريب على قضية من قضايا المجتمع، العنف المجتمعي. هيعمل ورش للكتابة، هيعمل ورش للتمثيل في فترات معينة ببروجرام معين. وبعد كده الورش دي هينتج عنها سيناريو، هينتج عنه تمثيل مسرحية، وهيطلع في الآخر المخرج مسرحية عن العنف الاجتماعي. ده مشروع مهم تاني. جدا طبعا. المشروع التاني لمحمد زين العابدين، مشروع اسمه منه إلى الطفل، حكايات منه إلى الطفل. هو مستهدف ان هو هيدي ورش عمل الأطفال في سن الله. معين. هيطلع حكاياتهم، هيحطها في كتاب وهيتنشر عن طريق آه، كتيب مطبوع، وكمان هينشر على الإنترنت. هيبقى يكون في محافظة الإسماعيلية. محمد زين العابدين واحد من اللي حضروا التدريب في بورسعيد، كان بيسافر كل يوم من إسماعيلية لبورسعيد عشان يحضر التدريب. أنا قابلته في الورشة الخاصة بالإدارة المالية. شخص موهوب، عنده طموح، عنده فكرة، محتاج بس حد يديله الأدوات عشان يطور فكرته، عشان يحول فكرته من فكرة في دماغه لمشروع على الأرض. تمام، ممتاز. المشروع الثالث يا استاذه وعلياء رشا؟ دي قدمت هي معاها شريكة مؤسسة اسمها تقريبا قدمت مشروع عن توثيق الأماكن، وبدأت بجزيرة اسمها الله. تيس في بورسعيد، وهتعمل ده ويطلع في الآخر المنتج فيلم توثيقي عن الجزيرة، عن ده تاريخ جميل. الجزيرة. وممكن يشارك في مهرجانات سينمائية، بالظبط ليه لا؟ بالظبط. يعني ليه لا؟ ما في هو احنا مهرجان طبعا للأفلام القصيرة والأفلام التسجيلية، مهرجان دولي في مدينة الإسماعيلية، ده مهرجان الدولة المصرية، ومهرجان مهم جدا. أتمنى إن هي جدا، تشارك إن والله. شاء الله يعني إن شاء الله حاسين إن إبداعاتهم فعلا ناجحة. تستحق، تستحق يستحقوا التوجيه ويستحقوا الدعم للخروج ويستحقوا بمشروعهم التدريب. لأعلى حاجة. الحقيقة. ممتاز. والحقيقة احنا هنحرص يعني قد ما نقدر ان احنا نوفر لهم برضو اثناء تنفيذ مشروعهم دعم لوجستي من الوزارة، اللي هو كل واحد يشوف محتاج ايه من جهات الوزارة في المحافظة بتاعته، واحنا هنتواصل مع المسؤولين يوفروا لهم الاماكن، سواء ورش للمسرح، سواء تدريبات، سواء اي دعم لوجستي هيحتاجوه هنحاول نوصله لهم يعني. طيب اسمحوا لنا ان احنا نخرج بفاصل، مشاهدينا فاصل ونعود. ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا عن دوائر الإبداع والشراكة ما بين وزارة الثقافة المصرية والمعاهد الثقافية الأوروبية. أستاذ رامي، أنتم بتقدموا منح لأفراد والمؤسسات الثقافية. أنا سمعت أن أنتم دعمتم بانوراما الفيلم الأوروبي، وده طبعا حدث سينمائي بيتيح للجمهور المصري إن هو يشوف سينما مغايرة غير السينما الهوليوودية أو الأمريكانية. مهرجان جاز كايرو، ده مهرجان كمان موسيقي مهم جدا. برنامج الإقامة الفنية، يا ريت تكلمني عن يعني المشاريع اللي انتوا بتدعموها، سواء احنا عندنا تقريبا أربع أساسيات بنشتغل عليها مع بعض. تمام. أول حاجة عندنا دعم بنقدمه كل سنة للفنانين المستقلين كأفراد، وكمان المؤسسات اللي شغالة في المجال الفني والإبداعي. كل سنة في شهور مارس لحد أغسطس بيبقى في دعوة مفتوحة للدعم ده. كمان بنقدم دعم مباشر للمهرجانات زي ما حضرتك قلتي، مهرجان برنامج الفيلم الأوروبي، كايرو جاز. وعندنا كمان برنامج الإقامة الفنية، احنا بنجيب فنانين. أظن كايرو جاز ده ليه علاقة برضو بالمركز المصري للثقافة والفنون، يعني فرقة مزاهر ومواويل وبعض المنشدين والناس اللي عندها اه أغاني تراثية وإلى آخره، مع بالشراكة مع موسيقيين أجانب. ده حقيقي، كل سنة بيكون في تنوع في الفرق اللي بتشارك. طبعا بيبقى في فرق مصرية أو طبع عندها طابع مصري، منها الإنشاد كان في سنة من السنوات، طبعا بيشاركوا. عندنا كمان برنامج الإقامة الفنية، احنا بنجيب فنانين من بره بيقعدوا في مصر أسبوعين شهر، بيقابلوا بيشتغلوا مع فنانين مستقلين وجهات شغالين في المجالات معينة، بيطلعوا في الآخر منتج مزيج ما بين الثقافة المصرية وكمان أوروبية. طبعا، لأنه الفن لغة عالمية والموسيقى لغة عالمية، يعني
اكيد المزج ما بين الاثنين الفرانكو اراب ده من زمان يعني عامل حاله كده جميله فيها تماهي مع الاخر، حاله اكثر انفتاحا على الاخر واكثر انسانيه، بعيدا بقى عن الحدود والاوطان ان احنا نفرق نفسنا على هيئه دول او كيانات، لكن لما نتجمع كلنا وتجمعنا الانسانيه او الفن او القوى الناعمه دي مساله غايه في الاهميه. ده حقيقي جدا. مصر احنا عندنا تراث وفن عمره مئات السنين، يمكن عمره أكبر من أعمار دول. فاحنا صحيح. عندنا صحيح. تراث نقدر نشتغل ونطلع منتج ثقافي وفني جميل جدا. وده في اطار المشروع المصري الاوروبي، المشروع الثقافي المصري الاوروبي، مش كده يا استاذ بالظبط. درامي؟ اخر حاجه احنا بنعملها اللي هو التدريب ورفع الكفاءات، ان احنا محظوظين ان احنا عندنا شراكه للمره التانية مع وزاره الثقافه. ده المحور الرابع اللي احنا شغالين عليه. طيب بالنسبه لاداره التدريب، بتدربي بقى الشباب المبدعين يا استاذه رشا، حضرتك والتيم بتاعك الفريق بتاعك، على ايه مثلا؟ ازاي يكتبوا مشروعهم؟ ازاي يسوقوه؟ يعني بتدربوهم على ايه بالظبط؟ الحقيقة احنا بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية عملنا تدريب مفتوح للمستقل وللحكومي. دي الحالة الوحيدة اللي عرفنا نحقق بيها تدريب المستقلين معانا. التدريب تم في التخطيط الاستراتيجي، تم في السياسات الثقافية، في الهياكل التشريعية، في كتابة التقارير، في التقييم والمتابعة، في كل الحاجات دي، والتسويق الإلكتروني. ده تم تدريبهم على كل الحاجات دي بشكل مفصل قد ما قدرنا يعني. وبس ده الحالة الوحيدة اللي بعرف أدرب فيها المستقل مع الحكومي بالشراكة دي. غير كده إدارة التدريب بتقوم بتدريب الموظفين اللي في الوزارة فقط، وده شيء جميل، بس بندربهم على الحاجات التخصصية لوظيفتهم. بجانب ده على سياسات ثقافية، على صناعات إبداعية، مفاهيم تانية مش مفصلة زي التدريب اللي تم في دوائر الإبداع. تمام. طب ايه بقى الصعوبات اللي واجهتكم؟ يعني سواء من المتدربين، من المدربين، يعني عايزه اعرف يعني عملتوا ده ازاي يعني؟ بصي حضرتك، الحمد لله الصعوبات مش كتيرة. هي حاجة واحدة واجهتنا صعوبة، ان احنا بعد ما كنا عايزين ندرب في كل اقليم في محافظة واحدة، فاجئنا ان الدنيا بالنسبة للسويس مش هيقدروا، فحققنا القناة في محافظتين. دي من وجهة نظري هي الصعوبة او التحدي الوحيد اللي قابلنا. طب وايه المشكله ان احنا نروح بس لكل مدينه على حده؟ ايه المشكله؟ ما فيش مشكلة، بس احنا بنبقى حابين نجمع، يعني الثقافة فيها تنوع وفيها آراء وفيها، فحابين نجمعهم مع بعض. لو نزلنا لكل محافظة يعني في نقل انت خبرات من عايزه السويسي التدريب. يبقى مع البورسعيدي؟ في نقل خبرات وحاجات بينهم، كل محافظة ليها طابع لوحدها ليها. كنا حابين نعمل المزج بين المحافظات القريبة. الحقيقة كان نفسنا في ده، بس تم برضو في ناس حضروا من الإسماعيلية معانا. دي التحدي وعدى الحمد لله، طبعا يعني بدعم الاتحاد الأوروبي، إنه يعني عرضنا عليه فحققناه مرة تانية. كنا ناويين ننفذ القناة مرة، وافق ان ننفذه مرحله تانية ونقفل القناه مع بعض. ممتاز. طيب المشروع الثقافي الاوروبي المصري يا استاذ رامي، حاسس ان هو بيدعم الاقتصاد الابداعي في مصر، خصوصا في ظل يعني قرارات الدوله مؤخرا عشان سياسات التقشف؟ هل ده دعم للاقتصاد الابداعي في مصر؟ ده حقيقي. احنا اهم هدفنا ان احنا ندعم القطاع الاقتصادي الابداعي في مصر، من خلال ان احنا بنخلق مناخ للمبدعين واصحاب الافكار الفنيه، ان هي تكون داعم للاقتصاد. المفروض ان متوسط حجم الاقتصاد الابداعي في الدول 3%. الرقم ده بالنسبه لمصر هو رقم كبير جدا، تحدي كبير لينا كلنا. احنا بنحاول وبنساعد المناخ في الاقتصاد الابداعي، وكمان بالشراكه مع وزاره الثقافه نقدر نوصل للمستفيدين بشكل احسن. يعني مثال في بورسعيد والسويس والاسماعيليه، من غير وزاره الثقافه احنا ما كناش هنقدر نوصل للافكار دي. احنا عندنا اهتمام ان احنا نساعد ده، بس من غير الكيان الثقافي الاهم في مصر مش هنعرف نوصل لهم بشكل صحيح. اللي هو وزاره الثقافه المصريه بالظبط. تقصد؟ ممتاز ممتاز. طيب استاذه رشا، مهارات الاداره الثقافيه ده كان من ضمن التدريب؟ يعني هل مش بس انتوا دربتم مبدعين، دربتم موظفين وزاره الثقافه نفسهم، دربتهم على الاداره الثقافيه؟
الحقيقة أنا بعمل في الإدارة يعني هنا اتعمل ده، ما هو ده برنامج كامل متكامل للإدارة الثقافية ممتاز. اللي تم في دوائر الإبداع. وبجانب ده في الشغل الإدارة عموما بدرب على الإدارة الثقافية، بس مش باستفاضة، لأن ده زي ما حضرتك قلتي فيه تقشف في الدولة، فبعمله بشكل مكثف قوي لا انا اللي قصدي في هو اطار مش. هذا المشروع، يعني طبعا. انتم لما رحتوا الاقاليم، لانه احيانا الموظف يعني بيحصل له نوع من انواع التكلس، اه البيروقراطيه اوقات بتصيبه بالتكلس او الكسل او الى اخره. لما بندربه بنضخ فيه دماء جديده. الحقيقة وده بان لنا قوي في التدريب في المحافظات. احنا دخلنا للموظفين زي ما حضرتك بتقولي في حالة تكلس، في حالة مفيش طاقة، مفيش طموح، مفيش. الحقيقة خرجنا من التدريب في بورسعيد والسويس بحالة تانية غير اللي دخلوا لنا بيها، حالة فيها يعني فيها رؤية لقدام، فيها إحساس ببعض، يعني في حالة بسطتنا احنا كمجموعة عمل. دخلوا بشكل، خرجوا بشكل تاني، قاموا. عارفه حضرتك لما تحسي ان انت بتقومي حد من الكراسي اللي قاعدين عليها، احنا حسينا ان التدريب اسفر عنه ده. فدي ممتاز. حاجه جميله يعني. ممتاز. طب وماذا عن الصناعات الثقافيه يا استاذ رامي؟ حسيتوا ان انتم دعمتم كمان الصناعات الثقافيه؟ احنا بنحاول نعمل ده، بس قطاع الصناعات الثقافية محتاج دعم كبير جدا لسنوات كتير جدا عشان نقدر نحس بتغيير. ده هدف من أهدافنا إن احنا بنعمل دعم للصناعات الثقافية في مصر. طيب بالنسبه لحفل الختام بقى يا استاذه رشا وتوزيع الجوائز اللي كان موجود في المسرح الصغير، يا ريت تكلمينا عنه. هل بقى الشباب الفائزين، هل حتى المتدربين بعضهم جاء الى القاهره ودخل لدار الاوبرا المصريه هذا الصرح الكبير وقعد في المسرح الصغير، والناس الفائزين استلموا جوائزهم؟ يعني الحاله كانت عامله ازاي؟ بصي هقول لحضرتك من البدايه، واحنا اثناء التدريب احنا كنا بنعرض لسه ما قررناش هنعمل الختام في القاهره او في المحافظات اللي عملنا فيها التدريب. فاحنا بنتكلم معاهم حسيت برغبه فظيعه عند المتدربين، واللي ادهشني اكتر العاملين في وزاره الثقافه نفسهم يجوا الاوبرا. فبالتالي احنا خلاص كده اعتبرنا نفسنا خدنا قرار ان الختام يكون في الاوبرا عشان يجوا. فدخلوا الحقيقه نظمنا مجيهم جدا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ان هم يجوا في باصات، ما يتكبدوش اي عناء في السفر، يوصلوا للمكان عشان يستمتعوا بالحدث اللي هم كان نفسهم يعيشوه يعني في الاوبرا. وتم ده بشكل منظم، ودخلوا المكان مبسوطين جدا، فرحوا بالفوز، فرحانين اصلا حتى اللي مش فايزين فرحانين بنوع التدريب اللي خدوه بالختام بالشكل ده. تجربة جديدة عليهم، والحقيقة علينا ان انا اتعامل مع جمهور الاقاليم في التدريب، لان انا دور ادارتي داخلي، جزء تاني اصول الثقافة الاقاليم، فكان جديد علينا وعليهم. بس الحالة كان دي في هي كانت تعاون مع حالة. اصول الثقافه، يعني كان في تعاون طبعا ما بين طبعا المجلس الاعلى للثقافه طبعا وهيئه اصول الثقافه. طبعا طبعا. واظن كرم استاذ هشام عطوه وهيكون معانا بالظبط بالظبط. قريبا في البرنامج بعد رمضان باذن الله عشان نتكلم عن دور الثقافه الجماهيريه واصول الثقافه. ده دور مهم جدا لضخ الثقافه الى كل شرايين مصر، يعني لغايه ما توصل للاطراف. بس فالحقيقة الحمد لله، والحدث طلع بفرحتهم وبمجهود مجموعة كبيرة من إدارة التدريب والتعاون الجميل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، طلع بالصورة اللي حضرتك شفتيها، والحمد لله. حاسين ان التجربه نجحت؟ الحمد لله. وحاسين ان احنا ده بيديني دافع ان احنا نكمل وان احنا نوصل لمحافظات اكتر، نعمل مشاريع اكتر مع وزارة الثقافة. بإذن الله. أنا بشكركم جزيل الشكر، بشكرك يا أستاذة رشا على جهدك وعلى إدارتك، إدارة التدريب، وبنشكر المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة المصرية اللي معنية بنشر الثقافة بكل أنواعها. الثقافة مش بس كتاب، والثقافة هي رهان الجد والقوى الناعمة المصرية. مسألة غاية في الأهمية علشان ريادة مصر وعشان تاريخنا ما يبقاش مجرد تاريخ، يبقى الثقافة حاضر هوية ومستقبل. مش كده حقيقة برضو؟ بالظبط، هوية مصر في الثقافة. بالتأكيد هوية مصر، ده صحيح، والقوى الناعمة. والأستاذ رامي أنا بشكرك طبعا، وبشكر المعاهد الثقافية الأوروبية غير الهادفة للربح واللي بتقدم دعم ومنح وتدريب على كافة الأصعدة. وكمان خرجتم لأقاليم مصر، وحاسة إن في طموح إن أنتم ممكن تخرجوا للصعيد أو لمحافظات أخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الطموح وكل هذا الدعم. شكرا بشكركم جدا يا فندم. وهنشوفكم شكرا السنة الجاية،
إن شاء وانتم الله. في محافظات اخرى شاء باذن الله الله. في الصعيد او وات ايفر فين، والفضائيه المصريه تكون معاكم كمان وترصد معاكم لحظه إن شاء بلحظه هذا التدريب وتشوف الابداعات بنفسها. ان شاء الله. انا ميرسي. بشكركم شكراً. جزيل احنا الشكر. بنشكر حضرتك. نورتوا ميرسي. تلفزيون مصر، نورتوا تلفزيون بلدكم، وبشكركم ميرسي. مشاهدينا جزيل الشكر، وخليكم دايما معانا على شاشه الفضائيه المصريه في برنامجكم ثقافه وابداع.